الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحلقة الثانية التي نلقيها عن الصلاة وما تعلق بها، وقد ألقينا الحلقة الأولى عن أهمية الصلاة وفضلها، ونلقي هذه الحلقة الثانية عما يتعلق بترك الصلاة. لا شك أن الصلاة فرضا أو نفلا من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه تبارك وتعالى، ففرض الصلاة أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل، ولا عمل صالح أفضل من صلاة النافلة إلا طلب العلم الواجب فقط، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. أما الصلوات المفروضة فلا عمل صالح من الأعمال البدنية أفضل منها، فالصلاة هي أفضل الأعمال البدنية على الإطلاق، كما أن الإيمان أفضل الأعمال القلبية على الإطلاق. وقد رتب الدين الإسلامي على ترك الصلاة العقاب الشديد إذا تركها المؤمن بغير عذر شرعي أو أخرجها عن وقتها المشروع بغير عذر شرعي. فجاء في القرآن الكريم عن أهل النار عندما يسألون: لماذا دخلتم جهنم وسقر؟ قال تعالى حكاية عنهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فأول شيء استدل به أهل النار على أنهم استحقوا العذاب في النار بسبب تركهم للصلاة. وقد قال أيضا في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال علماء التفسير إن كلمة ويل تطلق على واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، وقيل إنها كلمة عربية تقال لمن وقع في هلكة يستحقها. وقد كررها القرآن الكريم في سورة المرسلات عدة مرات وقرنها بالمكذبين، فأكثر من مرة يقول: ويل للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، إلى غير ذلك من الآيات. ولا شك أن عقاب تارك الصلاة شديد في الدنيا والآخرة، فالشخص الذي يتهاون بالصلاة ويتركها بغير عذر شرعي يصاب في الدنيا بمصائب كثيرة، منها أنه يذهب الله البركة من عمره، ومنها أنه عند الموت ربما يتخبطه الشيطان ويموت على خاتمة قبيحة. وقد رتب العلماء على ترك الصلاة حكما شرعيا، فقد قال الإمام الشافعي وكثير من الفقهاء أن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا لها فهذا ولا شك مرتد بالإجماع، يعتبر كافرا مرتدا إذا تركها منكرا لوجوبها أو مستخفا أو مستهزئا بها أو أطلق عليها كلمة بقصد الاستهزاء والاستخفاف بها، ككلمة وما هذه الصلاة إلا رياضة بدنية بقصد الاستخفاف بها، أو تكلم بكلمات يستدل منها
على أن الصلاة لا يقوم بها إلا المغفلون أو الرجعيون أو الناس الذين ليسوا بأذكياء وليسوا لهم أهمية في المجتمع، فكل من تكلم بمثل هذه الكلمات يعتبر مرتدا كافرا إذا مات على تلك الحال ولم يعد إلى الإسلام، فإنه يكون مخلدا في جهنم وبئس المصير. قال العلماء: وحكم هذا الشخص أنه يقتل كفرا ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ويدل بذلك أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق بين المسلم والكافر، فقال: الفرق أو ما بين المسلم والكافر ترك الصلاة. وفي رواية أخرى: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وقد جعل دين الإسلام الصلاة من العوامل الأساسية في الدين، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل الدين الذي هو دين الإسلام يتكون من الصلاة ومن الزكاة، وفي أحاديث أخرى يضاف إليه ما بقي من أركان الإسلام. قال سيدنا الإمام العلامة طاهر بن حسين بن طاهر في خطبته التي ألقاها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال في تارك الصلاة جحودا: أما تاركها جحودا فلا شك أنه للنار وقودا، مخلد في طبقات النيران مع فرعون وهامان. أما الشخص الذي يترك الصلاة وهو مؤمن بها وموقن بها ولكنه تركها كسلا وتهاونا وبغير عذر شرعي، وليس له عذر شرعي إلا الكسل، ولا عذر لترك الصلاة شرعيا إلا النوم والنسيان، والنوم إنما يتخذ عذرا إذا لم يتخذه صاحبه أمرا عاديا ووسيلة لترك الصلاة في كل الأوقات، وبشرط أن يكون قبل دخول الوقت. أما من نام بعد دخول الوقت وهو واثق من نفسه أنه لا يستيقظ فإن نومه ذلك لا يعتبر عذرا شرعيا في ترك الصلاة. فهذا الشخص الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا بها، كما أنه شأن أكثر الذين يقصرون في الصلاة من الناس المؤمنين. فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو مذهب نحو 20 من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والمجتهدين، أن تاركها كسلا يعتبر أيضا مرتدا. فبمجرد ما يخرج الصلاة بغير عذر شرعي يرتد ويكون مرتدا، ويترتب على ردته طلاق زوجته إذا انقضت العدة ولم يعد إلى الإسلام، ويكون ماله فيا للمسلمين، ويكون دمه هدرا وحلالا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله وكثير ممن وافقه: من تركها كسلا فإنه يعتبر مسلما عاصيا، فيجب إنذاره لمدة وقت صلاتين يجمعان تقديما وتأخيرا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإن صلى فيا حبذا، وإلا قتل حدا، ويعتبر مسلما عاصيا، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وفي كلا الحالتين تستنتج أهمية الصلاة، وأن الصلاة أمر مهم في الدين، فيجب على المؤمن أن يقوم بها، وأن يقوم على أسرته وأهله وأولاده حتى يحافظوا على هذه الفريضة المقدسة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للمحافظة عليها، وأن يحفظ بيوتنا من تاركي الصلاة، ولا يجعل في بيوتنا من يترك هذه الفريضة المقدسة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.